تنتجه الأرض من حبوب وفواكه، وعلى تربية الحيوانات. وسكان المدن يعيشون على التجارة والصناعة وعوائد الدولة، وهذه هي الجماعة الأكثر ترفا، يعني بيعيشوا بأكثر ترفيه. تتفق ذلك مع آراء أحد المفكرين العرب، علي بن رضوان، ابن منظور، ولا ابن خلدون، ولا ابن عبد رب. تعالوا نفتكر كده مع بعض اما كنا بنحلل العبارة، ولادي وبناتي اللي كانوا معايا من اولى وتانية ثانوي وتحليل العبارة. سكان المناطق الخصبة بيعيشوا على ما تنتجه الارض من حبوب وفاكهة وتربية الحيوان. اذا دي علاقة الانسان ما بينه وما بين مكونات الطبيعة اللي بيعيش فيها ومكونات البيئة اللي بيعيش فيها. البيئة الزراعية بيعيش على الفاكهة والزراعة.